السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي. فيديو اليوم إن شاء الله راح أشارككم وصفة حلا جدا لذيذ وسهل ما ياخذ منكم وقت. كل اللي عليكم قبل ما تبدون تسوون الحلا، لو لسه مشتركتوا في القناة تشتركون في القناة وتحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو وترسلوا لكل أصحابكم. وأهم شيء لو سويتوه ترسلوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام أو على سناب. ويلا خلونا نبدأ. اول شيء راح نحتاج الطبقة الاولى، راح تكون عبارة عن بسكويت شاهي، اختاروا اي بسكوت شاهي تبغونه، وحليب عشان نحط البسكوت فيه. فبكل بساطة بس بتحتاجون بسكوت تحطونه في الحليب وبعدين ترصونه كطبقة اولى. كذا خلصنا من الطبقة الاولى، نجي للطبقة الثانية واللي راح تكون سهلة جدا بس يبغى لها شوية مكونات. اول شيء راح نجيب صينية او ما ادري ايش يسمونها، طاوة، وراح نحمس فيها كوب حليب. طبعا الحليب المحموس هذا يعطي اي حلا او اي شيء يدخل فيه ليفل مره مختلف. فمره انصحكم لو انتم تبغون حلا لذيذ انكم تجربون تسوون يعني شيء بالحليب المحموس. طبعا من الاشياء الجميله انكم تسوون كميه، يعني بدل ما تصيرون كل حلا او كل شيء تسوونه فيه حليب محموس، لا تجيبون مثلا كميه حليب تحمسونها وتحطونها في علبه، طبعا ما يخرب معاكم وتقدرون تستخدمونها اي وقت، يعني خلاص يصير عندكم الحليب المحموس جاهز. كل اللي عليكم تحطونه في زي كذا صينيه او طاوه، وبعد كذا تبدون تحركون شوي شوي لما ينحمس معاكم يصير لونه بني وطعمه يكون مرة لذيذ. طبعا زي ما تشوفون هذا لون الحليب اللي احنا نبغى نوصل له او يعني وصلنا له، وهذا اللون اللي يخلي الحليب طعمه لذيذ مرة في الحلا. مرة لا تفوتكم الوصفة وجربوها. طبعا راح نجيب المكونات الثانية للطبقة الثانية. راح نجيب مع الحليب راح نحط عليه فنجان زيت، فنجان زيت عادي، وبعد كذا راح نحط فنجان ثاني سكر. طبعا المفروض ان السكر يكون ناعم بس انا ما عندي صراحة مطحنة فحطيت سكر عادي لانه السكر حقي اوريدي اصلا مو مرة خشن. فحطوا فنجان سكر ناعم، وبعد كذا طبعا اضيفوا علبة قشطة، وبعد كذا اخلطوه مضبوط. لازم تحركون تخلطوه مضبوط لما تتجانس كل المكونات. تقدرون تلبسون جلافز وتعجنونه بيدكم او انه تسوونه زي ما انا سويت بهذه، تخلطونه مضبوط وراح يعني تنعجن معاكم بشكل سهل ومرة يطلع رهيب. في شغلة انه السكر عادي، يعني انا ما حسيت انه فرق لما حطيت سكر ناعم او سكر عادي، ما فرق لا في الملمس ولا في الطعم. فعادي تقدرون تحطون سكر يعني من السكر اللي عندكم في البيت. انا السكر اللي عندي اوريدي اصلا ناعم، يعني بس مو ناعم مرة، لا ناعم عادي. بس والله خلطت الطبقة الثانية زي ما تشوفون. لما تتجانس بوريكم شكلها في النهاية كيف بيصير. طبعا الحين راح اجيب هذه اللي هي نفس الملعقة السيليكون اللي انا قاعد استخدمها مرة رهيبة. راح اجيب الطبقة الاولى وراح احط عليها الطبقة الثانية، وبالملعقة السيليكون هذه راح ابدا اوزع الطبقة الثانية او افردها. طبعا ما ينفع تفردونها بملعقة ثانية لانه احس السيليكون افضل شيء، يعني ما يخليه يلزق لانه هو يلزق شوية. لو ما عندكم هذه الملعقة عادي طبعا ما تقدرون تأزمون الدنيا، البسوا جلافز او حتى بدون جلافز غسلوا يدكم مضبوط وافردوها بيدكم عادي، يعني ما عندكم مشكلة. اهم شيء انكم تساوون الطبقة الثانية كلها بحيث انه تاخذ كل الصينية. طبعا انا المقادير قاعد اسويها حق صينية ترى يعني وسط، تكفي تقريبا ما شاء الله يعني عدد كبير. فلا تشيلون هم، يعني انا هذه ترى الكمية قسمتها على صينيتين بس عشان اوريكم انه ما تنخدعون انه تتوقعون الطبقة الثالثة معانا نفس الطبقة الأولى، راح تحطون بسكوت في حليب، بعدين راح تغطون فيه الطبقة الثانية. طبعا في ناس يحطون طبقتين بسكوت، يعني يحطون في الأول طبقتين بعدين في الثاني طبقتين. أنا أحس إنه كثير، يعني خلاص كفاية إنه الطبقة الأولى والثالثة عبارة عن بسكوت، هذه كفي، فما يحتاج إنكم تدبلون الطبقات براحتكم أنتم لو حبيتوا تدبلونه، بس أنا أشوف إنه طبقة واحدة كفاية وتفي بالغرض، تيجي مرة لذيذة. آخر طبقة معانا راح نضيف كوب حليب وراح نخليه لما يسخن. بعد ما يسخن راح نضيف له ظرفين دريم ويب. طبعا للأسف إن أنا صورت هذه اللقطة بس ما أدري كيف انحذفت، بس المهم تخيلوا إني أنا صورتها حطيتها في الفيديو. راح تضيفون بعد ما يغلي الحليب ظرفين دريم ويب وتحركون عادي بشكل عادي، وبعد كذا تقفلون النار وترجعون تضيفون علبة قشطة وتحركون بسرعة 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 عشان الخليط كله يتجانس مع بعض. وبعدين على طول تصبونه على الطبقة الثالثة عشان ما يتكتل معاكم. فعلى طول بعد ما تصبونه خلوه شوي تقريبا 5 دقايق، وبعد كذا غطوه ودخلوه الثلاجة ويصير كذا الحالة جاهز.
وبس كذا نكون خلصنا الفيديو. أتمنى يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. طبعا زي ما قلت لكم، لو عجبكم لا تنسون اللايك، لأنه مرة يدعمني ويخليني أسوي فيديوهات أكثر ويطلعني الناس أكثر. وبإذن الله قناتنا تكبر أكثر وأكثر الفترة الجاية، ناوي على فيديوهات كثير، فلا تنسون لايك، هذا راح يفرق معاي وراح يدعمني. وبس إن شاء الله أشوفكم فيديوهات قادمة.